السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي دولمة عراقية بطريقة كل سهلة وما رايدلها أي شي وتذوب بالحلق. الطعم رهيب. كل اللي راح نحتاجه العنصر الأساسي بالدولمة العراقية هو السلق. وأنا أحط المطيبات الكرفس راح أحطنه وين بالمحضرة الطعام، وخليت وياه شوية من الثوم، فرد علبين أو 3 ثوم ينطي طعم كلش طيب. لا تخافون ما يصير بيه ريحة مو حلوة. وراح أخلي واحد يعني راح أسوي مال 5 نفرات، واحد من البصل كبار وراح أخليه بالمحضرة يصير بهذا الشكل، ما ينمرد لا يتقطع ناعم. هنا عندي كوب كبير من التمن. هنا أنا جيت خليت الطماطة بهذا الشكل، هم راح أثرمه، مو يعني أمرد لا يتقطع ناعم مثل هذا الشكل. ومن بعدها شنو راح أسوي؟ راح أجيب لية شحم مقدار ومقدار لحم، يعني مقدار اللية ويا مقدار اللحم، تصير كلش دسمة بهذا الشكل. هم بالمحضرة الطعام وصار عندي بهذا الشكل. هسه شو نسوي؟ نجيب جدر حتى نخلي بيه بأسفل الدولمة العوادين مالت السلق، قصصناه بهذا الشكل حتى لا يلزق عندنا الدولمة. يلزق السلق بس الدولمة ما تلزق. والبوتيتا سويتها بهذا الشكل ينطي طعم طيب. إذا أنتم تحبون يعني أو موجود عندكم ضلوع حطوا ضلوع مالت غنم ينطي طعم رهيب، بس أنا اكتفيت باللحم كلش كافي وحطيته بهذا الشكل. وطبعا أخلي شوية زيت بالأسفل، ما صورته لكم لأنه نسيت أصوره. بعدين حطيت الزيت أنا حتى لا يلزق عندنا، وهمين تستوي عندنا البوتيتية عدل. فكلش طبيعي، حتى لو تنسون تحطونه بالأخير ماكو أي إشكال عندنا. السلق طبعا أنا غسلته نظيف وغسلته بماي حار حتى يتذبل وتسهل عندي عملية اللف. هنا أنا اللحم والمكونات اللي سويتها أنا وياكم شنو نخلي؟ أخلي دبس الرمان، أكثر من دبس الرمان. وبعدها ما راح أحطن دبس الرمان لين شفت شكلها فاهي. خلي يعني تقريبا 3/4 الكوب دبس الرمان. وراح أخلي تقريبا 5 ملاعق كبار أو 6 ملاعق كبار من المعجون حتى تصير عندنا دسمة وحمرة وحامضة. هسه راح أخلي لمندوزي تقريبا نص ملعقة من الأكل لمندوزي، ونخلي فلفل أسود، وأخلي كركم حتى ينطي لون للتمن، وهمين عمود زفرة مالت اللحم تروح كركم والفلفل الأسود، ما أخلي أي بهارات. وأخلي ملح أنتم شلون تطبخون التمن ايش قد تحطوا له ملح حطوا. فراح أخلي تقريبا نصف ملعقة من الملح، شوية أكثر من عنده. راح تصير عندنا حامضة حلوة، حامضة مالحة حلوة يعني طعم حلو، يعني هي الدولمة العراقية. ونعصر ليمون، وطبعا نخلي شوية من الزيت وياه شوية كلش. وإذا ما تحبون هو أصلا الشحم هو كلش كافي. هنا عصرت لي ليمونة كاملة، راح أوخر هذا البزر اللي صار بيها زين، وراح أخلطها كل زين المكونات هذه حتى شي تشرب مشي. أكيد التمن أنا غاسلته سابقا ومنقعته. راح أسوونه مثل هاي الطريقة، أكيد راح تعجبكم. طبعا لا تحشون باذنجان وما أدري شنو، تصير مشكل يا لوز. شنو اللي نحشيه؟ نحشي البصل، نحشي السلق، وإذا تحبون تحشون بوتيتية طماطية بس الباذنجان راح يصير محشي باذنجان يعني، فما أحطن لا باذنجان ولا أحطن شجر اللي هي ما يسمونها أنتم. المهم خلطته بهذا الشكل وراح يصير عندنا مثل ما راح تشاهدونه بالفيديو. صار عندنا هذا اللون، بس هذا اللون ما عجبني، قمت وحطيت بعد معجون. هسه راح تشوفون شكلها بالأخير على هاي المكونات، وحطيت بعد دبس الرمان شلون راح يصير لونها وشكلها. شوفوا شلون صارت دسمة من اللحم والشحم والمكونات الباقية تخبل. تمنيتها قدامكم، بس أكيد انتم إن شاء الله راح تجربونها وراح تطلع عندكم نفس الشي. وصلتوا لهنا وعجبكم الفيديو، أتمنى تحطوا لي لايك وتشتركون بقناتي حتى أنزل لكم باقي الأكلات اللي أنا أسويها من طريقتي أنا. هسه حاولت أسويها كلها بهذا الشكل، صار عندنا هذا اللون كلش حلو.
هسه اجيب السلق وابدي اسوي السلق. طبعا احنا قلاص كبير مو قلاص صغير من التمر، راح يسوي مالت 5 نفرات. شوفوا شلون يكثر الكمية، لان هواي حطينا اشياء راح تكثر الكمية. ولانه صيام احنا ما ياكل واحد هواية. اجيب السلق اللي انا غاسلتها بماي حار وراح اخليها بهذا الشكل، وراح الفنها قدامكم وراح تشوفون شكلها شلون راح يصير. طبعا اذا انا اصور بيها وايد جاية الفن بيها، بس اراويكم شلون انا راح الفن. هاي ايدي مندمرة من نوم، ان انا ترى كرفس وهاي السوالف، والمغرب خذاني فلازم اسوي اكمل. ولفيتها كلها وصارت بهذا الشكل. هسه اسوي الصلصة الخاصة بيها، هي عبارة عن معجون دبس الرمان وشوية من الملح وشوية ماي، ونغطي نخليه يعني شو يسمونه فوق الدولمة. واكيد سويت انا كرفس حطيت وياه ناعم ينطي طعم كلش طيب. وهنا أنا ماي، ما نحط ماي هواي، تقريبا حطيت انا قلاص من الماي او قلاص ونص من الماي، اذا تحبون بيها يصير شوية بيها ماي. وخليته فوقه وبدت هنا تفور عندي. اول ما تفور اول ربع ساعة تبدي هيك يعني تظل تستوي، انصي واخليها على نار هادئة. تقريبا تطول عندي ساعة كاملة على نار هادئة. بديت انصي النار، شوفوها. وهنا تشرب مايها. اريد انها انا تقريبا بهذا الشكل. راح اخلي فوقها خبزة خبزتين واقلبها بالجدر بالصينية. شوفوا الماي واللون مالتها، احنا نريد هذا اللون مالتها، وهذا الجدر يخبل الطعم عفوا اليه. طبعا صار شكلها بهذا الشكل، والمكونات اللي عندي سوت لي هذا اللون وهذا الشكل الرهيب. اتمنى الفيديو نال اعجابكم. هاي البوتيتية مستوية عندي. وهنا شوفوها هذه انفتحت، شوفوا شلون صارت. هاي بداخلها هيك لون. اتمنى واضح الصورة. حبايب قلبي انا اللي هنا احب انعمكم، ان شاء الله نلتقي بفيديو جديد واستودعكم الله ومع السلامة.